فوايد في حريم يتكلم بوسائل التواصل الاجتماعي، تلقونهم يتكلمون وايد عن المغربيات، شعوذة، سحر، ما ادري شو. يعني خلينا نكون واقعيين، الشعوذة في كل مكان، الشعوذة في كل دولة، السحر في كل دولة، في كل مكان، في كل بلد في شعوذة، في سحر. انزين، عيالك ما والله خذوهم مغربيات وانتم تبي تزوجونهم حق مواطنات، انزين ليش ما تزوجوا مواطنات لما انتم بتسوون مهركم 200,000 ما ادري 300,000 المهر، مع 12 ناقه وخروف وعنز ودياي ودجيج، وبعد وتصلي صلاه الاستخاره. يا خابت يا صابت، من وين بتحصلونكم الرجل بيتحمل كل هذه الديون تكسرون على ظهره؟ اكيد ما بيتزوج المواطنه، شيء طبيعي لما مهوركم وصلت المليون، اكيد ما بيتزوج المواطنه. واحده داشه تبى تخلع ريلها بسبب ان ما جاب لها شنطه ماركه قيمتها 70,000 تتمدح فيها قدام ربيعاتها، ولا تبى تصور. تكلمنا عن الحب قبل الزواج، اليوم حنتكلم عن الزواج وتكاليف الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي يقدر يوفر مؤونة الزواج هذه يتزوج. بس احنا في السعودية عندنا مشكلة في ذا الموضوع. نفترض انه انا راتبي 10,000 ريال وبتزوج، تعالوا نحسبها مع بعض. شبكة ومهر وقاعة وبيت ومصاريف تشق الظهر. لو جيت لابو العروسه وقال لي اسمع ترى مهر بنتي 50,000 كمتوسط، احنا في اقل وفي اكثر بس احنا نقول المتوسط، وانا راتبي 10,000. لو جلست اجمع 5,000 في الشهر يعني نص راتبي، حجلس 10 شهور اجمع عشان اوصل ل 50,000 عشان ادفع مهر. انتم متخيلين؟ يعني نص راتبي يروح، وحيبقى من راتبي 5,000. فين حصرفها؟ حاسس بيت ولا حادفع شبكه ولا حجيب ايش حسوي بالباقي 5,000؟ ولا حصرف على نفسي حاكل؟ فمن ذا المبدأ أنا أقول لكم المرأة السعودية مرة غالية. لو جينا نقارنها ببعض الدول العربية ما حيكون مهرها أكثر من 10,000 15,000 20,000 لو مرة كثير. وغير غلاء القاعات اللي لو أخذت أحسن قاعة في أي دولة عربية ما حتوصل أقل من نص السعر في السعودية. طبعا مو معنى كلامي إني أنا بشجع إنه ما نتزوج من السعودية، بالعكس، لكن أنا هنا حتكلم على أهالي. أنا ما ألوم المرأة السعودية، المرأة السعودية مرأة ممتازة ومتطورة، وبالعكس المرأة السعودية تطورت لدرجة انه المرأة السعودية حاليا تفهم اكثر من الجيل السابق في الاقتصاد وفي اشياء كثير. يعني تطورت المرأة السعودية بشكل ملحوظ. لكن مشكلة الاهالي حولوا المرأة لسلعة. يعني اذا كان مهرها 50,000 يقول لك خلاص 50,000، يقدر الرجال يقدر، ما يقدر مع السلامة. علي واحد قال لي فيصل تكفى، تكلم في موضوع جدا مهم اللي هو المهر. قلت لا ابشر بتكلم، لكن في غيري يتكلموا فيه وهم احسن مني، ولكن ما في مشكلة بفتحها مرة ثانية. قال رحت اخطب بنت خالي وطلبني خالي مهر 85,000 ريال. قال فيصل انا ما اعرف من وين اجيب 85,000 ريال، يعني اللي ممكن انا اجمعه يمكن الزواج كامل ابى اجمع 50-60,000 عشان انا اقوم الزواج كامل. من وين لي 85,000 كمهر؟ بس مهر اني اعطيهم مهر. يا جماعه ترى من جد قلل المهر، الواحد يدور الستر لبنته، ما هو يتاجر في بنته. مو بمعناتك اذا رفعت سعر المهر لبنتك انك حطيت لها غلاه بالعكس يا اخي يا كم عوائل زوجوا بناتهم بريال ريالين، شوفهم اسعد الناس. دور الستر لبنتك، بنتك ونعم وعزيزه وغاليه وقدرها فوق وعالي، لكن لا تجعل المهر تجاره في بنتك. بالعكس دور الستر لبنتك وزوجها باقل مهر ممكن انت تشوفه مناسب لك ومناسب للمعرس. ترى يعني حتى لو نزلت في سعر المهر والله العظيم ما ينزل في قدرك، بالعكس بتكون غالي وحبيب، وربي ان شاء الله بيبارك في ذي الزواجه. يعني شوفوا فوق ذلك باقي فوق المهر ذا باقي بيجيب عشاء، وباقي بيجيب حلا، وباقي بيجي الام والابو يبغون هدايا، والله كان ماخذ الام والابو ما كان ماخذ بنتهم ويبغون هدايا، وفوق ذلك بيجيب ذهب يا جماعه ساعدوا الناس في الزواج. المهر ذا قل يعني الابو اللي احسه يطلب مهر عالي يا اخي قل انا محتاج فلوس. قل للمعرس لما جاي يعرس يقول ابغى فلوس، ابغى 85. ليش؟ ترى 20-30 ألف مره حلوه مناسبه، حتى كثير 30,000 والله انها كثير. يا اخي ساعدوا العالم، ساعد بنتك عشان تعرس. مو معناتها انه البنت لو قعدت في بيت اهلها انه مره عيب، لا مو عيب، بس انه سنه الحياه. ساعدوا العالم في المهر. طيب بالله بسألك، الحين تبغى تتعشى معهم صح ولا لا؟ ايه. ايش قلت لهم بالله قبل شوي؟ قلت لهم بالقطة. ايوه بالقطة.